زيادنا الفلاحة، اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فرص شباب الجيل الاخضر اللي كنقدموه لكم بالضبط من زاوية الشيخ اقليم بني ملال، دائما في اطار المواكبة ديالنا للكفاءات الشابة اللي كتشتغل في العالم القروي واللي كتحاول تمن مجموعة ديال الانتاجات والمنتوجات المحلية. غادي نتكلموا اليوم على تعاونيات يمنة، وغنتكلموا بالضبط على السيدة نزهة غرباوي اللي هي عضوة في هذه التعاونية. غنشوفوا كيفاش المسار ديالها وكيفاش نجحت فيه وشنو هما اهم الانجازات اللي وصلت لها التعاونيه. رفقت ازيد من 43 امراه اللي اليوم اصبحوا كيتمنوا المنتوجات المحليه بهذه المنطقه، منطقه زاويه الشيخ، فابقوا معنا. السلام عليكم، معكم نزهة الغرباوي، أمينة مال تعاونية يمنة. العمر ديالي 30 سنة. تعاونية يمنة تأسست نهار 6 في شهر 8 2015، يعني 8 سنين هادي. كنخدموا على المنتوجات المجالية، والدور ديالي أنا هو دور إداري. أنا اللي كان يعني إلا كان دعم كندفع ليه هادشي ديال التقارير الأدبية والمالية وكل شيء. المهم أنا مسؤولة إدارية على التعاونية. أنا من المؤسسات ديال التعاونية، يعني بديت معاهم من نهار 6 في شهر 8 2015. كنا 7 العيالات، كنا عائليين، يعني غير العائلة باش أسسنا التعاونية. علاش درناها عائلية؟ باش حتى إلا ما نجحتش ما غاديش يجي شي واحد يقول لك استغليتوني ولا شي حاجة. بدينا بحال هكذاك وبقينا زعما غاديين، والحمد لله فاش نجحت زدنا لقدام حتى ولينا دابا الحمد لله 43 امراه. المهم التعاونيه الحمد لله غيرت بزاف في المراه. اول حاجه الحمد لله خرجت من الدار، ولات عواله على راسها، ولات كتصور فليساتها راسها، ولات تشري اللي بغات راسها. وانا الحمد لله يعني خرجتني من العالم القروي حتى وليت كنشوف، يعني خرجت للمدينه وصلت حتى للدول اخرين الحمد لله. فاش بدينا التعاونيه خدمنا على الكسكسو، من بعد جينا ودرنا الزميطه ودرنا حريره كامله. ابخي بدينا ولينا كنديروا عاوتاني املو، درناه بالزيت ديال بلادنا، زيت العود واللوز والعسل الحر. وعاده من بعد عاوتاني درنا التقطير ديال الاعشاب الطبيه والعطريه. وهذا العام البروجي اللي خدينا من المبادره درنا الزيوت الطبيعيه. في الاول المهم انا خرجت من القرايه، كانت عندي اولى بكالوريا، وماشي خرجوني هكذاك، ولكن خرجوني حيت ما كانتش يعني دار الطالبه هنايا، يعني ورجعنا حنا للعروبيه، ما يمكنش ليا نجلس عند شي حد. ولكن من بعد فاش جات التعاونيه ما عرضونيش نهائيا، حيت عرفوا بلا كاين عندي ابداعات. وانا كنت خدامه اصلا في الاول، كنت خدامه في واحد لوبيرج، كنت كندير الطبخ يعني، والهوايات ديالي هما هادو النيت، يعني الطبخ، دير لي كونفيتور، دير بزاف د الحوايج. يعني ملي جات التعاونيه عرفت بلي غادي داك الابتكارات ديالي كاملين غادي نكملهم فيها. داكشي كاع اللي كنبغي الميولات ديالي وكلشي غادي نلقاه في التعاونيه. والحمد لله ما عرضونيش، واخا عندي عائله محافظه، ولكن الحمد لله كلشي داز مزيان. انا الميولات ديالي هي في الطبخ كما قلت لك، يعني تيعجبني بحال هكا دير شي حاجه جديده، يعني بحال الفواكه الموسميه كندير لي كونفيتور كاملين. كيعجبني بزاف الحوايج، يعني في المطبخ كاينين ابداعات، راك عارف المراه المغربيه. والحمد لله التعاونيه ساهمت في هذا الشيء، وحتى العيالات اللي معنا الحمد لله الله يعطيهم الصحه ما حشموناش. اي حاجه خدموها تيخدموها بقلبهم. كيدير الناس ديال لونسا كيديروا لي زاناليز المنتوج ديالنا الحمد لله ديما كيخرج مزيان، الناس ليكسبور كذلك. المهم الحمد لله ما عمرهم ما حشمونا. المنتوج ديالنا كنفتخروا به، يعني وصل للمغرب كامل، وصل للعالميه الحمد لله. ودرنا شراكات يعني على برا، خرجنا مشينا الامارات، مشينا لاثيوبيا، فرنسا. هذا العام عندنا الانجليز ان شاء الله والمانيا. يعني الحمد لله المنتوج ديالنا ما عمره ما حشمنا. المراه المغربيه قادره دير كل شيء، خاص غير اللي يشد بيديها. المراه المغربيه راه تبارك الله عليها، عندها ابداعات، عندها العقل اللي يقدر يدير بزاف د الحوايج في ان واحد. يعني راه غير في الكوزينه ديالها مطابخ اخرى، يعني اللي كيطيب راه كيطيب. حنا راه طيب وتغسل الماء ودير هادي ودير هادي، وتقابل الدراري تقابل الراجل الحمد لله. ما عندنا حتى شي مشكل. كنجلسوا هنايا راه تقريبا من الصباح حتى المغرب، حتى وكنوصلوا ثاني لديورنا وكنشقاو، والصباح عاوتاني كنرجعوا لهنايا، ما عندناش مشكل. ودابا يعني احسن مثال اننا 8 سنين هادي والاستمراريه كاينه، وما كاين حتى شي مشكل الحمد لله.
تيصلح للبشره وكيصلح حتى للعينين. ممتاز. اذا مشاهدينا الكرام، بعدما تعرفنا على الاستاذه نزهه واللي هي تقوم بواحد الادوار كبيره داخل التعاونيه، نمشيو دابا ونشوفوا النساء اللي كيشتغلوا معها واللي اكيد نخرطوا باش انهم يبدلوا المجموعه ديال الامور في حياتهم ويزيدوا يطوروا التعاونيه واللي وصلت الحمد لله العالميه. فابقوا معنا. إذا سيدنا الفلاحة، حنا وصلنا دابا المكان اللي كيشتغلوا فيه النساء كما كتشوفوا، ومعنا دائما السيدة نزهة اللي غتشرح لنا شنو هذه المرحلة اللي وصلنا ليها وشنو كيقوموا به النساء دابا. دابا وصلنا للمرحلة ديال الكسكسو. دابا هادو هما المراحل باش كيدوز الكسكسو. خالتي زهرة هي اللي كتسمى الشاف ديكيب. دابا هي اللي كتشد الكسعة وكتعطي، يعني فاش كتحرك الدقيق كدير فيه جميع الانواع وكتعطي داك البرعود، كتعطيه للسيده الرابحه عاوتاني حتى هي باش كتغربلو، وعاد كتعطيه عاوتاني الفاتحه كتحك داك البرعود داك اللي غليظ باش كيولي عندنا كله حبه حبه، وفي الاخر زهور كتحيديه داك الدقيق كاع اللي بقى فيه، وهكاك صافي راه كسكسو واجد كيفور وكيرجع حتى يطلع للشمس باش انه ييبس. وحنا كنديروا عاوتاني مرحله اخرى عكس التعاونيات الاخرين، واخا تحيه ليهم كاملين هكذا كيدخلوا لهم الرامود، حنا كنغربلوه حتى من بعد ما كينشف، كنغربلوه وكنفضوه ما كيبقاش فيه الدقيق. دونك ما عمره ما غادي يدير الرامود واخا يجلس عندنا حتى 6 سنين. وراه كاين عندنا واحد النموذج من بعد نوريه لكم ديال الكسكسو حطيناه كنتسناو انه يخسر ومازال ما خسرش. وهذا النهار هذا راهم خدامين في الكسكسو الخماسي اللي فيه 5 ديال لي سيريال، كاين القماح والشعير والخرطال والحمص وواحد النوع ديال القمح اللي تيكون عندنا غير حنا هنايا في الاطلس المتوسط كنقولوا ليه فشلحه ادكوي وبالعربيه الشقاليه. شكرا لاله نزهه، نتمنوا التوفيق بطبيعه الحال ليك وكاع النساء، وهاد النساء اللي غنمشيو نسمعوا الشهادات ديالهم في حق لاله نزهه الغرباوي. فابقوا معنا. السلام عليكم، مرحبا بكم عندنا، شرف كبير لنا هذا النهار اللي شرفتونا في تعاونيه يمنه بزاويه الشيخ. انا شكوش زهور، كاتبه في تعاونيه يمنه، وعندي شرف كبير انني نخرط معاهم، واخا ما بديتش معاهم من الاول، ولكن المهم تنتسمى بحال راه بديت معاهم من الديبار، والحمد لله واخا جيت ما عرفتش نخدم سكتو بالفضل ديال العيالات عاونوني حتى وليت تنعرف حتى انا نفتل معاهم سكتو، يعني وليت انا تنتنافس معاهم داكشي اللي تيديروا وليت تنديرو. وبالنسبه لينا حنا كنساء تعاونيه يعني ما كاينش شي مشكل بيناتنا، ولا حنا مفاهمين بالفضل ديال الرئيسه اللي هي الطعمو والاخت نزاته، هي صراحه تيشرفنا اننا نكونوا معاهم، والحمد لله على كل حال. لا بالعكس، نزا هي اساس ديال التعاونيه صراحه، شحال من حاجه تديرها هي، واخا حنا اللي كاينين الخدمات اللي حنا خصنا نديروهم وهي تتنوب علينا فيهم صراحه. هي عندها تجربه بزاف في التعاونيه وقديمه هي من مع التعاونيه، ملي بدات التعاونيه نزا كاينه مع التعاونيه. راه الا جيتو ترجعوا للور تصاور اللي فيهم نزا راه كانت صغيره على نزا ديال دابا. شرفتونا بهذا المجال اللي جيتو، مرحبا بكم عندنا في زاويه الشيخ في تعاونيه يمنه. مرحبا بكم، انا فوزي زهره خدامه في التعاونيه، وانا كنت انا قبل خدامه في التعاون الوطني، راه خدمت 40 عام في التعاون الوطني وشديت لانتريت. انا خدامه معايا الطعمو في التعاون الوطني وشديت لانتريت. ملي شدينا لانتريت قبل ما نشد لانتريت كنت نجي لهنايا، ملي شديت لانتريت جيت وليت رسميه هنا، تعلمت نشد القصعه وتعلمت وليت بحال انا هي الرئيسه ديال القصعه، وليت انا نعطيهم سكسو وليت يخدموا سكسو، والحمد لله ما بيناتنا خصم، ما بيناتنا حتى حاجه، العيالات متفقات تنشدوا داك الرزق نصرفوا كل عشا تصرفوا، شي تيصرفوا على ولادو شي تيصرف على راسو، كل واش كيدير. الحمد لله على التعاونيه ديالنا زادت لقدام، ماشي بحال فاش كنا. دابا ولينا كنصدروا لبرا، ولينا كان المعارض حنا الاولين فيهم، ولينا زعما بخير هاد الساعه الحمد لله، ومازلنا زايدين لقدام، ماشي غير هادشي فين بغينا نوقفوا، بغينا نزيدوا لقدام، ولا تنمشيو لفرنسا تنصيفطوا سميتو المدير ديك الرئيسه ديالنا مشات لفرنسا، مشات الامارات، ما خلات فين مشات تجري، ونزها تجري برا، نزها مقابله لينا برا، حنا مقابلين لداخل. المهم معاونين دايرين اليد في اليد، نزها من الجيل الاخضر، نزها مزيانه الله يعمرها دار، هي كتخدم برا، الاوراق اللي كاينين هي مولاتهم، هي اللي كتجري برا تجيب لنا الاوراق تدخل الاوراق. المهم الحاجه اللي كاينه الو نزها اجي دير لنا هذه الحاجه، نزها تجري على المعارض، الا كان شي معرض ولا شي خاصيه اللي تقاد لي المسائل ديالو حتى نديو نصدروا لا سميتو. كان داك المعرض تاع مكناس نزها اللي كتجري، نزها تمشي لمين ولا نزها كلشي في يديها،
كون ما كايناش نزهه ما كاينش اللي غادي يخدم لينا هذا الشيء. لحقاش حنايا راه كاين اللي قاري كاين اللي ما قاريش، ولكن هي قاريه وعارفه كل شيء، هي اللي خدامه معنا والحمد لله. تنطلبوا من الرجاله ومن الوالدين يخليوا الرجال يخليوا عيالاتهم يخرجوا يخدموا، والوالدين يخليوا بناتهم يخرجوا يخدموا. راه اللي ما اعتمدت على راسها راه ما عندها ما دير. انا اش قلت لك، انا خدمت في التعاون الوطني وكان عياني غادي نمشي نجلس، ولكن انا ما جلستش، انا جيت تنخدم. علاش كنخدم؟ غادي تنشدوا منا فلوس، نديروا كان نضحكوا بيناتنا، تنديروا بيناتنا، وتنطلب من الشباب، هاد الشباب اللي جاي تنطلب منهم يخرجوا يخدموا، ما يعكزوش وما يقعدوش في الدار. انا راه عندي كدا 60 عام وانا باقا خدامه والحمد لله، انا بصحتي وكل شيء ليا. إذا بعد ما شفنا كاع هذه المراحل وصلنا للمرحله ديال التتويج، ومعنا السيده نزال اللي غتشرح لنا شنو هما المنتوجات اللي الان معروضين وكيخدموا عليهم، فبقاو معنا. دابا غادي نعرفكم بواحد المجموعه ديال المنتوجات اللي كنديروا، ماشي كلشي ولكن غير شي حاجه. المهم هذا بركوكش بلدي اللي منسم بالفوه اللي هو بلدي ومديور من القماح والشعير والخرطال والشقاليه، وكنسموه بالفوه. وهذه لا سبيسياليتي ديال تعاونيات يمنى اللي هي الزميطه البلديه ديال القمح والشعير والخرطال وادكوي. وعاده كنديروا فيها الاقامه ديال السلو، الاقامه ديال السلو اللي يعني كلشي عارفها، الزنجلان، حبه حلاوه، النافع، اللوز، كلشي كنديروا فيها. يعني كنبيعوا واحد المنتوج اللي هو واجد، سهلنا على المراه الموظفه واللي هي خدامه ولا يعني هاد الزميطه كتاخذيها كتزيد عليها غير العسل وزيت العود وكيولي منتوج واجد. وهذه الحريره الكامله المساعده في المناعه، هذه كتعاون بزاف في المناعه، الناس اللي عندهم درايه صغار واللي عندهم نقص ديال المناعه، فيها جميع لي سيريال اللي كاينين عندنا. وعاده كنجمعنا كاع حتى المسمات، زرعه الكتان، سانوج، إيلان، كلشي كاين فيها. وهذا المنتوج الاول ديال الكسكسو الخماسي، فيه 5 مكونات، فيه القماح والشعير والحمص والخرطال والشقاليه. وعاد كاينين منتوجات اخرين خلاص ما يمكنش لي انني نعرف لكم بكل شيء. المهم راه كلشي كاين، والحاجه اللي خصاتكم مرحبا. بالنسبه للشركاء كاين برنامج المثمر اللي كنشكروا من هذا المنبر اللي عاوننا بزاف، عاوننا في المواكبه، عاوننا في التكوينات، عاوننا سافر معنا، راه داونا في 2019 لاثيوبيا، حضرنا لواحد المؤتمر تمايا على المراه الافريقيه بصفه عامه. وكاينه المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، كاينه لونكا مجلس ديال الاستشاره الفلاحيه، كاينه المديريه الجهويه للفلاحه، كاينه المديريه الاقليميه للفلاحه، كاينه جهه بني ملال، كاين المجلس الاقليمي، كاين واحد البرنامج ديال تيزيندوك، واحد الجمعيه ديال تيزيندوك كاينه في فرنسا. المهم اللي ما ذكرتوش يسمح لي. الحمد لله تلقينا بزاف ديال الدعم من الناس، كلشي شجعنا. ما ننساش جامعه زاويه الشيخ وجامعه زيتون البخت، وشكرا. والمعارض الحمد لله راه شاركنا في المعارض الوطنيه كاملين، يعني المدن المغربيه كاملين، يعني السعيديه، اكادير، وجده، فاس، مكناس في المعرض الدولي ديال الفلاحه شاركنا فيه كل عام تقريبا، راه 7 سنين هذه وحنا كنشاركوا فيه. والمعارض عاوتاني الدوليه مشينا للامارات، مشينا لاثيوبيا، مشينا للسياب ديال فرنسا، مشينا لوكسيتان. والحمد لله هذا العام كاين عندنا برلين وكاين عندنا انجليز ان شاء الله. اذا رفقه النساء ديال تعاونيات يمنى ومع السيده نزهه الغرباوي تنوصلوا لنهايه حلقه اليوم من برنامجكم فرص شباب الجيل الاخضر اللي قدمناه لكم من زاويه الشيخ اقليم بني ملال. كنوعدكم ان شاء الله حنا غادي نزيدوا نواكبوا النساء القرويات من خلال البرامج ديالنا، وحتى الشباب في العالم القروي من خلال برنامج فرص شباب الجيل الاخضر. فكنضربوا لكم موعد في حلقه اخرى ان شاء الله. هذا محمد السوسي يحييكم، كنشكر ايضا علي الغزالي في الاخراج. الى اللقاء.